بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث البلد. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وأتمنى أن كل الأسر وأبنائنا يبقوا موجودين ويشاهدوا الحلقة، لأن موضوع يهمهم في طريق مستقبلهم الدراسي والمهني. طبعا احنا بنتقدم بكل التهاني لأبنائنا خريجين اللي اتخرجوا السنة دي من الثانوية العامة وأوائل الثانوية العامة، ونتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة القادمة. واحنا بنقول من أهم المراحل، طبعا الأسرة المصرية تعبت كتير قوي عشان تأهل ولادها، وإن هي تدخلها ثانوية عامة، وإن هي تأهلهم إن هم يبقوا متميزين، وإن هم يقدروا يبقوا بعد كده في أماكن أو كليات ليها طموح وليهم أهداف فيها. وطبعا احنا عارفين التعب الكبير للأسرة المصرية بيبقى أكتر من الطالب نفسه في موضوع الثانوية العامة، فاحنا بنتقدم لهم بكل التهاني القلبية، ونتكلم بقى في المرحلة اللي بعد كده، ودي مهمة جدا. واحنا النهاردة زي ما بقول من خلال برنامج حديث البلد وقناة الحدث اليوم بدعوا كل الأسر إن هي تستمع للفقرة القادمة أو الحوار اللي هيتم حاليا، عشان نقدر نستفيد ونقدر نشوف احنا ممكن نودي أولادنا فين. لأن احنا عارفين فعلا إن الشغل التقليدي أو التعليم التقليدي مش وقته دلوقتي. احنا شايفين تكنولوجيا، وشايفين أبحاث علمية، وشايفين يعني حاجات كتيرة جدا ممكن تأهل ولادنا ويبقوا في أماكن أفضل. احنا بنشوف سوق العمل محتاج ايه، الحاجات دي كلها مهمة. يعني احنا مش نبقوا فرحانين ان احنا دخلنا زي ما كانوا بيتكلموا بقى الكليات الموجودة، مع احترامي لجميع الكليات، لكن كل وقت زي ما احنا بنقول ليه أداة. الوقت ده وقت التكنولوجيا، وقت الذكاء الاصطناعي، وقت العمل بطريقة تكنولوجية أعلى. فاحنا دايما لازم نبص لأولادنا ونبص لمستقبلهم بفكر مختلف، لازم نفكر لهم بفكر مختلف. النهارده طبعا بيشرفنا في الحلقه دي الدكتور باسم زاخر، استاذ مساعد ورئيس قسم تكنولوجيا السكك الحديديه بكليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه، جامعه برج العرب التكنولوجيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عمر. طبعا زي ما كنا بنتكلموا ان الجامعه برج العرب من الجامعات الحديثه بالزبط، اللي هي بتشتغل على الشغل الجديد، مش على التعليم زي ما احنا كنا متعودين عليه في السنوات السابقة. طبعا عايزين حضرتك تعرفنا بالقسم الخاص بحضرتك. وانا يمكن انا كنت بتكلم مع حضرتك اول مرة، فعلا كان ليا الشرف ان انا اعرف قسم هذا القسم وهذا التخصص. واحنا زي ما احنا بنتكلم التعليم الجديد، التعليم الحديث اللي هو مش تقليدي طبعا. فعايزين حضرتك تكلمنا عن القسم بتاع حضرتك وتشرحه للجمهور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الحقيقه قسم تكنولوجيا السكك الحديديه هو احد اقسام كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه. احنا الحقيقه عندنا 5 اقسام او 5 برامج: تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السكك الحديديه والنقل الحديث، تكنولوجيا السكك الغزل والنسيج، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الجرارات وتكنولوجيا الجرارات الزراعيه. تمام. الحقيقه البرنامج بتاعنا او برنامج تكنولوجيا السكك الحديديه هو يعتبر الفريد من نوعه في هذا المجال، لان هو بيخاطب المشروعات القوميه اللي الدوله الحقيقه حاليا مهتمه بيها اهتمام مباشر. اكيد. فانت حضرتك شايف ان ده الوقت المناسب، لان احنا شايفين طبعا الهيئات بتاعت السكك الحديديه والمترو، وشفنا حاجات كتيره جدا. المشروعات الحقيقه المشروعات الحديثه، يعني مثلا في اسكندريه موجود بيتم عمل المترو ده لاول مره في تاريخ اسكندريه، رغم ان كان فيها رسوم كتيره. القطار السريع ده طبعا مشروع كبير جدا، وهينقل محافظه كبيره زي اسكندريه نقله ثانيه. فالتخصص ده مع ازدياد المشاريع القوميه، ومع الافتتاحات الجديده، وطبعا النقل السريع اللي احنا شفناه والدوله يعني حدثته الفتره الاخيره، ده كله داخل في التخصص. يعني التخصص هو اللي بيخدم على المجالات دي كلها. مدى اقبال الطلبه على الاقسام المختلفه انت شايفه من وجهه نظرك؟ يعني جامعه برج العرب التكنولوجيه، انا شفت ناس كتير قوي بتشيد بالتخصصات او بالاقسام المختلفه فيها. هي الحقيقه الاقسام اللي موجوده جوه الجامعه والكليتين، سواء كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه او كليه العلوم الصحيه التطبيقيه، هي كلها تخصصات بتخاطب سوق العمل. تمام. فهو ده الهدف الرئيسي من الجامعات التكنولوجيه حاليا، لان هي تعتبر الجسر الذهبي اللي بيربط التعليم النظري بخطوط الانتاج. تمام. وده اللي هو يعتبر متطلبات سوق العمل. اكيد صح. لان الطالب حاليا بقى عارف ان هو مجرد ان هو هيتخرج
هيقابله تحدي كبير جدا. ما هي متطلبات سوق العمل بالنسبه لتخصصه؟ اكيد، واحنا عارفين ان الصناعه دي من اهم الحاجات اللي بتدفع الاقتصاد المصري. أكيد. واحنا شايفين في ظل مشاكل اقتصاديه بتضرب العالم كله، واحنا طبعا الحمد لله مصر يعني واقفه على رجليها، وعايزين المزيد وعايزين الصناعه، والصناعه دي مهمه جدا طبعا. واللي احنا نعتمد على نفسنا في الصناعه دي حاجه كبيره جدا، ويعني الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالموضوع ده واوصى عليه، وبالذات التعليم في المجالات الفنيه، وده حاجه كويسه جدا في الفتره اللي احنا بنمر بيها. فانا شايف ان ده حاجه مهمه جدا وماشيه مع خطه الدوله لتنميه الصناعه. ده حقيقي. يعني انت شايفها ازاي يعني التماشي ده والتوازي؟ الحقيقه هو يعتبر التعليم التكنولوجي حاليا هو اللي بيرسم خارطه الطريق الخاصه بالصناعه. يعني احنا عشان نقدر نوصل للصناعه الحديثه المتطوره لازم يكون معانا كادر مؤهل للعمل داخل هذه القطاعات. اكيد صح. الكادر المؤهل ده مش بس كادر تعليم تقليدي، لا هو لازم يكون معاه الجزء والشق العملي. صح. الاثنين بيمشوا بالتوازي، لا يمكن الاستغناء عن احد الاجزاء منه. طيب التعليم التكنولوجي او هنتكلم يعني بصفه خاصه عن البرنامج بتاعنا كبرنامج تخصصي قوي في مجال السكك الحديديه والنقل الحديث، وده تم تحديث اسم البرنامج مؤخرا ليعتبر والنقل الحديث، لان التطور الكبير اللي بتقوم به الدوله في مجال النقل او قطاعات السكك الحديديه بقى ملموس اكيد كلنا بنشهدها يعني وكلنا يعني كمواطنين شايفينها وشايفين ان دي بتنقل. واحنا دايما زي ما كنا بنقول المشاريع القوميه والاماكن اللي بتتعمل، حتى لما بنستحدث مدن الحاجات دي كلها، الربط ما بين الحاجات دي كان لو في الطرق العاديه او المواصلات العاديه بتاخد اوقات صعب جدا، وقت كبير جدا، لكن فعلا الحاجات دي سهلت النقل البضاعه والانسان، نقل الانسان نفسه ونقل المنتجات، والحاجات دي كلها فعلا بتطور. زي ما احنا بنبني لازم برضو نعمل شبكه طرق، نعمل وسائل نقل سريعه، ودي فعلا عشان تقدر ترغب اكيد عشان نعرف نرغب العامل اصلا اساسا ان هو يقدر يروح الاماكن دي يشتغل. نقل البضاعه يبقى فيها سهوله وفيها يعني ما يبقاش فيها عبء كبير جدا. فانا شايف ان فعلا الموضوع ده من المواضيع المهمه جدا يعني، والدوله اشتغلت فيها دكتور بشكل كبير جدا. دي حقيقه واحنا لمسناها شخصيا. اكيد يعني احنا ما بنتكلمش زي ما كنا بنقول الدوله بتتهاجم والشائعات والحاجات، لكن دي حاجات احنا بنشوفها بعينينا كمواطن. انا بنزل بشوفها، بروح مواصلاتي بركب مكان لمكان انا بشوفها، ما بستناش حد يقول لي لا ده. والتطور مستمر. اكيد هي مش بتقف عند حد معين، فالتطور ده بيبقى ليه متطلبات. احنا داخل الجامعات التكنولوجيه بيبقى في اهداف محدده وعده محاور بنقدر نشتغل عليها. اولا اعداد الخريج. يعني ايه اعداد الخريج؟ يعني لازم يكون عندي نموذج تعليمي تطبيقي. نموذج التعليم التطبيقي ده هو ان الطالب بيدرس بمنظومه معروفه، وهي 60% عملي 40% نظري. يعني هو الطالب من اول يوم بيدخل فيه العملي اكتر ومش اي عملي. اولا العملي بيبقى داخل معامل وورش الكليه، وعملي داخل مجالات الصناعه المختلفه والهيئات اللي نقدر نودي الطلاب فيها سواء تدريب او تشغيل ان شاء الله فيما بعد يعني. اكيد. تاني حاجه طبيعه الدراسه داخل البرامج دي بتكون 90% منها كلها باللغه الانجليزيه ما لم يكن اكثر، ما عدا بعض المواد الانسانيه وغيرها اللي هي ضروريه الدراسه فيها باللغه العربيه. استحداث برضو التخصصات النادره زي ما قلت لسعادتك، دي كل يعني التخصصات اللي احنا بنقولها دي هي كلها من متطلبات الصناعه الحديثه. اكيد صح. يعني زي ما احنا بنقول ان التخصص تكنولوجيا السكك الحديديه، وانا شفت يعني في شباب وفي فتيات بيدرسوا كمان يعني مش شباب بس يعني وبالعكس طلبات متفوقين جدا بجد. فشايف ان في اقبال عليها، وشايف ان في يعني هو الاسم يخض كتخصص، اسم يخض يعني. احنا قابلتنا المشكله دي كانت في البدايه، لان احنا ما كانتش لسه الرؤيه كانت واضحه. اكيد. انما مع بدايه يعني ان شاء الله احنا خلال الايام هنخرج اول دفعه بكالوريوس وتاني دفعه دبلوم العالي. الحقيقه يعني احنا كنا سعداء الحظ طبعا، لان احنا فخامه الرئيس شرفنا بزياره في شهر 6/23، وده كان داعم رئيسي للعمل داخل الجامعه يعني. اكيد. ابتدت الرؤيه تتضح تماما. ايه هو اللي مطلوب؟ هو ارتباط مباشر بالمشاريع القوميه. يعني الخريج اللي طالع ده لازم يسد الفجوه الكبيره اللي كانت ما بين الفني والمهندس. صح. احنا بنتكلم على تخصصنا بصفه خاصه اكيد يعني. صح.
الجاب دي او الفجوه دي كانت مسببه ازمه في سوق العمل، لان المهندس ليه تراك معين والفني ليه تراك معين. حاليا الصناعه محتاجه دمج الاثنين مع بعض. أكيد. يعني ايه؟ أو سد ربط. الفجوه. تمام. يعني انا محتاج تكنولوجي بمعنى كلمه، مواكب للتطورات الحديثه، دارس ما يكفي من المواد العلميه، مؤهل انه يتعامل مع التطور التكنولوجي داخل الصناعه اللي هو هيشتغل فيها. يعني حتى لو احنا طلعنا بره نطاق المشاريع القوميه والخريج حب يشتغل في ايا من كان المصانع الخاصه او الحكوميه، هو برضو مطالب ان هو يكون سادد الفجوه دي. اكيد صح، لان احنا بنشوف تطورات وتحديثات جديده، ويعني لازم يبقى في المام بالامور الحديثه. بالظبط. مش هنفضل في السيستم القديم زي ما احنا بنقول، لكن احنا مش بنطور. هنتطور. احنا بنوفر حق، يعني بنوفر جزء تخصصي فاهم دارس الابعاد الجديده والاحداثيات الجديده والحاجات اللي هي متطوره، بحيث ان احنا الحاجات اللي دلوقتي الاجهزه والوسائل النقل كلها حديثه وكلها بنظام مختلف عن الانظمه اللي كانت موجوده. فاحنا عشان نوفر ناس تقدر تتعامل معاهم لازم يبقوا مؤهلين، ودي اعتقد ان الكليه عندكم هي اللي بتوفر، هي اللي بتوفر الجزئيه دي وبتوفر تخصصات كويسه ومتطلبه. يعني احنا مش بنقول ايه تخصص اي تخصص او تخصص مفتوح، لا ده تخصص مطلوب. هو ده اللي احنا عانينا منه في سوق العمل. هو أكيد. الخريج التقليدي بيقابله مشكله، انما الخريج الحالي هو من الاول عارف مساره، عارف خط سيره. اكيد. عشان نلبي احتياجات سوق العمل لازم يكون عندنا كواليفيكيشنز معينه. اكيد. لازم انها تتوفر. صح. كان قبل الهوا كنا بنتكلم عن الشراكه ما بين الجامعه وما بين رجال الاعمال، او ما بين الشركات والمصانع اللي فيها بتقدم بعض الصناعات او بعض الحاجات اللي هي بتفيد السوق المصري. طبعا. فعجبني قوي موضوع الترابط ما بينهم، لان اللي يهم الخريج في الاخر ان هو يبقى مؤهل وان هو يشتغل، وان هو يبقى يعني سوق العمل يبقى محتاجه. سوق العمل انا محتاج 1 2 3 يتتوفر في الطالب الخريج من عندكم. فانا عايزك تشرح للجمهور يعني نقطه الربط ما بين الجامعه وما بين رجال الاعمال او رجال الصناعه زي ما بنقول. هو الحقيقه احنا عندنا في الجامعه بفضل توجيهات معالي رئيس الجامعه استاذ دكتور محمد مرسي الجوهري تفعيل الشراكات المستمره ما بين الجامعه ورجال الصناعه، وتفعيلها ايضا في مجال البحث العلمي من خلال الشراكات اللي بتتم مع الجهات الصناعيه والهيئات القوميه اللي متوليه المشاريع الخاصه بالسكك الحديديه والنقل الحديث. بتتيح لينا فرصه تعامل مباشر. ده إن ما كان احنا عندنا داخل مجلس الجامعه يعتبر 50% من اعضائه من رجال الصناعه ورجال الاعمال. جميل. ودي فكره جديده. ودي فكره جديده يعني فعلا. مش رجل الصناعه ورجال الاعمال متواجدين بصفه مستمره معانا. فهو بيطلع يعني اولا بيشوف المناهج الدراسيه اللي احنا بنديها للطلبه، ايه هي التخصصات اللي احنا بنغطيها داخل البرنامج، سواء تخصصات ميكانيكيه، تخصصات كهربيه، تخصصات بنيه تحتيه، تخصصات كنترول، تحكم آلي، دخول الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء معانا في المناهج الدراسيه. كل ده في الاخر بيصب مع المشاريع التخرج او المشاريع الصغيره اللي بيقوم بيها الطلاب اثناء فتره الدراسه. تمام. من خلال التواصل ده رجل الصناعه بيقدر يشوف ايه هو الجزء اللي يعتبر بالنسبه له ناقص في مجاله، ويبتدي يدينا بيه توعيه. نقدر من خلاله يعني احنا عندنا مرونه في التعليم الاكاديمي يعني أكيد. داخل انتوا عايزين الافاده، مش عايزين منهج بيتحط كده وخلاص. المناهج الصلبه بتاعت زمان دي، ودي حاجه كويسه جدا ان انا اقول كراجل صناعي او راجل عندي مصنعي، عندي شركتي، عندي المجال اللي انا بحتاج 1 2 3 في التخصص، او انا عايز ليه متطلب ليه متطلب، ولازم كل فتره المتطلب ده بيتغير مع حركه السوق ومع حركه التغييرات في الاجهزه او الصنعه حسب الصناعه اللي هو بيتخصص فيها. فدي جزئيه كويسه جدا يعني. احنا بيتم تحديث برضو برامج اخرى. اكيد. البرامج الاخرى اللي هتضاف للكليات برضو هي طالعه من متطلبات سوق العمل، زي الطاقه المتجدده، الميكاترونكس وغيره. الاضافات دي هي اضافات نابعه من التواصل المباشر مع الصناعه. اكيد. احنا نقدر نقول ان الصناعه دلوقتي برضو حضرتك ما بقتش صناعه تقليديه.
يعني ايه؟ يعني الصناعه التقليديه زمان اللي هي كان منتج، شركه بتعمل منتج بتسوقه وخلاص، والموضوع صح. كان بينتهي عند هذا المستوى. صح. للاسف ده دلوقتي مش هيبقى ليه وجود. يمكن احنا في الفترات الاخيره سمعنا عن الشركات اللي في الصين، يمكن كانت من كبرى شركات تصنيع السيارات تم غلقها. ليه؟ لان المفروض داخل الشركه او يعني بس قاعده عامه حاليا الار ان دي اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت، قطاع التطوير والبحث داخل الشركه، هو وظيفته الرئيسيه الاطلاع على كل ما هو جديد من البحث العلمي. فاذا احنا دلوقتي بقى كمان الطالب اللي عندنا بقى عينه موجهه معانا على البحث العلمي. اكيد صح. يعني اذا انت لما حضرتك تطلب منه فكره مشروع معين او بتديله منهج معين دراسي، لازم ده يكون في الاخر متبلور معاه في اتجاه البحث العلمي. اكيد. بياخد البحث العلمي ده مع خبرته التكنولوجيه مع خبرته العمليه، الثلاثه دول مع بعض بيشكلوا رؤوس المثلث الرئيسي لايه؟ لتطوير الانتاج. صح. اللي هو مطلوب حاليا في الصناعه. فالشركات اللي عندها قطاعات الار ان دي بتتطور هي شركات هي ناجحه اللي جدا، شغاله. وهي والمثال اللي حضرتك قلته ان الشركتين قفلوا يعني لان هم وقفوا عند يعني هم يعني لا ما طورش زي ما هو المنتج كما هو مفيش تطوير. ده بالنسبه تطوير. لهم ده خساره. ده بالنسبه لهم فشل. اللي انا ما طورتش خلال سنتين ده معناه ان انا ورغم ان انا ممكن اكون بنتج نفس المنتج وهو بالظبط، رغم ان المنتج هو بنفس كفاءته بس لم يطور. جميل. فانت لازم تطلع بره التراك الصناعي. اكيد. ادي بقى فرصه لغيرك هو يشتغل صح. ويقدر ان هو يقدم التطوير. اكيد، لان ده وقت الصناعه، وشايف التنافس العالمي في الصناعات. الحاجات دي كلها ما بتجيش من فراغ، يعني بتيجي من زي ما حضرتك بتقول. يعني الشغل اللي حضراتكم بتعملوه في الجامعه شغل فعلا، هو ده الشغل اللي يقدر ينافس عالميا. ده حقيقي. لان انا بشتغل شغل صناعه اللي انا اقدر انافس بيه، وده اللي احنا ان شاء الله نتمنى من كل الخريجين ان هم فعلا يبداوا يفيدوا في الاقتصاد المصري، يفيدوا في الصناعات، يفيدوا في المصانع، في الشركات، في كل المجالات او كل التخصصات المختلفه في الجامعه عندكم، ان هم يقدروا يحطوا بصمتهم زي ما احنا بنقول. دي حقيقه. فبيبقى في طالب انت شايفه ممكن يحط بصمه في تخصصه او مجاله، ان هو يقدر يضيف، ان هو يقدر يحط مجالات او يحط تصورات، وعنده طموح ان هو يحط يعني حاجات تقدر تفيده اكتر او تفيد التخصص. طبعا احنا يعني الحقيقه داخل الجامعه عندنا نادي يعني نادي الابتكار اسمه كده. ده بخلاف نادي رياده الاعمال والاي كلاب وغيره. نادي الابتكار ده وظيفته الرئيسيه ان هو بنقيم مسابقات سنويه على جميع مجالات التخصصات داخل الكليات، وبنشوف منها افكار الابتكاريه للطالب. طبعا بتكون الافكار الابتكاريه دي تحت اشراف نخبه من اساتذه الجامعات ورجال الصناعه. أكيد. انما ما بيكونش ليهم تدخل في الفكره، هو بيسيبه يطرحها، يبدا ان هو يبحث عنها، يحاول يقدمها في صوره عمليه كامله. يعني ايه؟ يعني مش مشروع بس مجرد فكره على الورق، بتديني كل الجوانب بتاعها كامله. مشروع كاملة. شغال او فكره ابتكاريه متكامله. طبعا الحقيقه من خلال المسابقات دي احنا بنبتدي نطلع على مدى نجاح الطالب في الوصول لمرحله الابتكار والابداع. والحقيقه في افكار مشاريع كتيره حازت قبول واخدت جوائز سواء داخل الجامعه او مع رجال الصناعه او في مسابقات اكبر من كده، كانت نتيجه ان الفكره دي حلت مشكله من واقع البيئه اللي هو فيها. يعني ايه؟ هدي لحضرتك برضو مثال بسيط. يعني احنا في الاول كان انت عارف حضرتك احنا وجود الجامعه داخل منطقه برج العرب ده ميزه رهيبه لينا، لان دي منطقه صناعيه. اكيد صح. فقرب المنطقه الصناعيه من التعليم مخلي دايما حلقه التواصل قريبه قوي. احنا في منطقه برج العرب كلها فعلا منطقه اولى وثانيه، والمناطق اللي موجوده يعني كلها امتداد المشاريع القوميه وصل لغايه برج العرب. صح. حاليا سواء مشاريع النقل والسكك الحديديه او المشاريع والشركات اللي بتقوم بتصنيع متطلبات الخطوط السكك الحديديه ومكوناتها، زي الشركه الوطنيه الجديده اللي هي بتقوم بتصنيع العربات السكك الحديديه وخطوطها وغيرها. يعني كل ده مخلي الطالب بيشوف قدام عينه المنطقه اللي انا فيها
او المكان اللي انا بتعامل بيه بصفه يوميه ايه هو اللي ينقصه عشان اقدر ايه احل له ازمه. احل له المشكله. فكان في مجموعه من الطلبه اقترحوا فكره ان عند عبور المزلقان بتاع القطار بيحصل تكدس. فواحده كانت من ضمن المشاريع والافكار اللي نفذوها ان هم يعملوا زي جسر بيضم بعد مرور القطار، يقدر يخلي الجسر ده ممهد تعدي عليه العربيات ووسائل النقل والناس بسهوله ويسر، فيقدر يوفر وقت التكدس المروري ساعتها. جميل جميل. ودي كانت فكره فكرة الحقيقه يعني جميلة. نالت اعجاب ناس كتير. صح. مشاريع اخرى كتير بتحاكي المشاكل اللي هي نقدر نقول عليها ايه يعني عالميه، سواء بقى من مصادر الطاقه ونضوبها، ازاي الطالب بيحاول يتجه ناحيه مصادر الطاقه النظيفه ويستحدث فيها بعض المشروعات، ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء في تحليل والوصول لنتائج مسبقه قبل حدوث المشكله. يعني مثلا احنا كلنا كنا نسمع زمان عن موضوع قطار الصعيد والحريق اللي حصل فيه وكده. اكيد. مجموعه من الطلاب عندنا استحدثوا نظام اسمه سمارت فاير فايتنج. النظام ده كان عباره عن مكافحه الحرائق داخل عربات القطار، وان كان هو مش بس للمكافحه، هو للتنبؤ مبدئيا بحدوث هذا الحريق وارسال الداتا المطلوبه للكنترول سنتر وكابينه القياده لاتخاذ الخطوات اللازمه لتفاديها. انت حضرتك شايف ان طبعا اهم ما يهم الدارس سوق العمل. وانا شايف ان احنا بنتكلم في تخصص مفتوح، سوق العمل بتاعه مفتوح، ويعني هيبقى قادر ان هو يتعاطى مع المتطلبات الموجوده. التجهيزات والحاجات اللي احنا الطالب بيتدرب عليها والمعامل والحاجات دي، هل الجامعه بتوفرها بشكل كبير بحيث ان هو يبقى عنده القدره بعد كده التعامل مباشر مع الشركات او المصانع، ان هو اتدرب وشاف واحتك قبل ما يخش المصانع؟ طبعا حضراتكم بتدربوهم في شركات خارجيه. احنا لينا برنامج تدريبي محدد، لان دي بتعتبر واحده من ضمن متطلبات الخريج، سواء في مرحله الدبلوم او مرحله البكالوريوس. 45 يوم في الدبلوم و45 يوم في البكالوريوس. تمام. ومنظومه التدريب عندنا منظومه محكمه جدا، لان هي بيتم فيها اختيار الجهات المعنيه بتدريب الطلاب، مخاطبه مسؤولين التدريب والاطلاع على برنامج التدريب الخاص بيهم، متابعه اداء الطالب اثناء فتره التدريب طول الفتره اللي هو مسموح له ان هو يتعامل فيها. تمام. انا عايز، عشان هما بيقولوا لي ان الوقت انتهى كده، في ثواني رساله للطلاب خريجين الثانويه العامه والفنيين او الثانوي الفني في عجاله كده. احنا نقدر نقول لهم يعني اولا طبعا نبارك لهم على اجتيازهم لشهاده الثانويه العامه. خلي دايما قدامك هدف واضح وصريح. التكنولوجيا هي المستقبل. ارتباطك بالتكنولوجيا يعني ارتباطك بسوق العمل. على قدر ما انت تقدر ترتبط وتنفذ وتعيش الحياه العمليه على احدث صورها، اذا انت اصبحت زي ما بنقول كده خريج اليوم هو قائد الغد. نشكر حضرتك يا دكتور، وان شاء الله يبقى في لقاءات قادمه، ونشكر الساده المشاهدين، وان شاء الله نلتقي بكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث البلد. كان معكم عمر عوض.